سنة 2007 لما كنا كلنا لا نحمل هما. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد. كنت لسه مخلص المدرسة ومروح مستعجل عايز اروح اشوف بقى قناتي المفضلة قناة شباب المستقبل سايبالي ايه في التلفزيون. وبالصدفة كده وانا بقلب على قناة سبيس تون لقيتها جايبة عيل صغير بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ عم نعوم دفتح ما عندوش قدرات، فاشل، مش عارف يعمل اسهل تقنية، الناس كلها مضطهداه، محدش بيحبه، ما عندوش اصحاب في المدرسة. صدقني لو سبيس تون كانت ركزت وعملت قصة حياتي انا ككرتون كانت هتطلع حاجة شبهها يعني. فالمهم اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس لو انت مش عايز تبقى قصه حياتك زي قصه حياتي يعني انا والطفل الصغير ده. المهم الواد ده بيكون حلمه انه يكون الهوكاجي لقريه الورق المخفيه في الضباب. نعم انه ناروتو يا ساده. الانمي اللي كان بوابه ناس كتير الصراحه في دخول عالم الانمي، وسبيس تون كانت قدمته لنا. الفكرة ان انا لما اتفرجت على الانمي ده او الكرتون ده وقتها انا كنت مبهور بالرسم وطريقة التحريك والقصة اللي كان باين بجد ان هي مختلفة على حاجات كتير كانت بتتقدم وقتها، وسبيستون كالعادة كانت مدبلجاها بافضل شكل. الانمي لغايه دلوقتي انا ممكن اقول لك ان انا بعيد مشاهدته في السنه مره او مرتين من كتر ما هو كان مميز وممتع، وخصوصا لما الاحداث بتاخدنا بنوصل لناروتو شوبيتن وبنشوف ازاي ناروتو الطفل الصغير اللي احنا تابعناه من وهو مش قادر يعمل اي حاجه ليكون هو افضل كاركتر والهوكاجي. صدقني الرحله بدات معايا لما كان عندي عمري وقتها 10 سنين وخلصت فوق ال20 سنه. قول لنا انت كمان ايه هي بوابتك لعالم الانمي، وايه هو اول انمي انت اتفرجت عليه. واستنوا حلقات كتيرة ببوابتنا لعالم الانمي، واستنوا حلقة مجمعة هتكون باذن الله لما نخلص السلسلة كلها. See you in the